عمرك شفت طريقة للقضاء على الناموس بالشكل ده؟ بيجروا وراهم بالمطرقة علشان يهرسوا بقهم، ولو الناموس هاجم من فوق، المضرب الكبير اللي على الخندق ما بيسيبش ولا واحد منهم يهرب. قدام الأساليب القوية دي، الناموس قرر يروح المدرسة العسكرية علشان يتدرب تدريب جامد. لازم يعدي اختبارات صعبة باستخدام أدوات معينة، غلطة واحدة ويتشال على طول. بعد كده يبدأ تدريب السرعة ورد الفعل والدفاع، اللي محتاج مش بس سرعة لكن كمان تركيز عالي واستجابة قوية. وفي الآخر لازم يتعلموا يهاجموا النقط الضعيفة في جسم البني آدمين. أول ما ينجحوا في القرص بياخدوا شهادة التخرج، واللي يقدر يقرص في المؤخرة بيتعتبر من النخبة. وبعد ما يستلموا أجنحتهم الشرفية يبقوا جاهزين للهجوم المضاد. بإشارة من الأنوار بينزلوا زي سحابة سودة مرعبة، ولما البني آدمين يشوفوا الجيوش دي من الناموس بسرعة يجندوا متطوعين، واللي يشارك في الحرب بياخد بوسة معطرة كمكافأة. الخبر ده خلى الناس تتهافت ووقفوا طوابير، وكل المتجندين دخلوا آلات بتحول بطنهم لصدر قوي، وكل واحد واقف شامخ ومستعد. بأمر القائد الجيش كله بيتجمع وبيهجم على أرض المعركة. الناموس اللي في الدورية بينقضوا فوراً، لكن الرجالة كانوا مستعدين لابسين الخوذ على مؤخراتهم علشان يجذبوا العدو. بعد فشل أول هجوم، الناموس غير تشكيله وهاجم تاني، وفي الوقت ده أمر القائد المدفعية تفتح النار، ومفيش غير القذائف المضيئة اللي تقدر تصيب الكائنات الصغيرة دي. ومع كده الهجوم البشري فاجئهم تماماً. في لحظة غضب شديدة الناموس كله تعبأ علشان يعمل هجوم ثالث شرس، والوضع بقى خطر جداً. فالبني آدمين أمروا مشغلي الراديو يرسلوا إشارة استغاثة. أول ما وصلت الرسالة، الفرق الخاصة وصلت بالعربيات شايلة أحدث بخاخ ضد الناموس. الكل اتحمس ورش منه في كل حتة، والناموس جري في رعب وهو بيحاول يهرب، لكن تحت سما مليان ضباب مفيش مكان يستخبوا فيه، واتمسحوا تماماً. وهنا انتهت المعركة الحماسية بين البني آدمين والناموس بانتصار ساحق للبشر.